وكأنها قبلت احتفاء عالمي بمشهد الشيخ والقطة أثناء صلاة التراويح. بدأ القط وكأنه يستمتع بصلاة الشيخ وليد مهساس في الجزائر يوم الاثنين 3 أبريل حسب ما ظهر في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للشيخ على الفيسبوك، حيث كان مهساس يصلي التراويح في مسجد أبو بكر الصديق بولاية برج بوعريرج الجزائر، حيث تحرك القط حول الشيخ الذي يؤم للصلاة ثم قفز عليه، ولم يبدي على الشيخ وليد مهساس أي علامة تدل على الانزعاج، ولم يتوقف عن التلاوة واستمر في الصلاة دون انقطاع، بل إنه تلمس القط في ألف وسكينة وهدوء واحتضنه. الفيديو أثار تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لدى العرب وكذلك لدى الأجانب إن لم نقل في العالم بأكمله، حيث تم تداول الفيديو الخاص بالواقعة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، كما تناولته وسائل إعلامية أجنبية، حيث أعادت نشر الفيديو هيئة البث البريطانية BBC وكذلك شبكة CNN الأمريكية، وتجاوزت مشاهداته 1.6 مليار مشاهد وفقا للتقارير الإعلامية، حيث علق الإمام على واقعة تسلل القط على كتفه قائلا: كنا في عرس قرآني وقضينا ساعتين من أروع ساعات العمر مع القرآن الكريم، وأوجه التحية لكل الصغار والرجال والنساء، وأدعو لأهل هذه البلدة التي اشتهر أهلها بحفظ القرآن الكريم أن يحفظها ربي ويبارك فيها. أخبار باختصار على الكريتك مستمرة، فلا تنسى الإعجاب والمتابعة.